السلام عليكم. اليوم مع وصفة موالد، وصفة المعمول بالتمر، العجينة اللي بلا بيض اللي كنت درتها لكم هذه وقيله 8 سنين، فيها السميد وما فيهاش البيض. واحد الوصفة رائعة تذوب في الفم بشهادة الناس اللي جربوها وكامل عجبتهم ومازالهم يديروها حتى الآن. اليوم حبيت نفكركم بها. يلا تبعي معايا طريقة التحضير والمقادير اللي كامل استعملتهم في هذه الوصفة. اذا بالنسبه للعجينه واش راح نحتاجو؟ عندي هنا 125 غرام مارغرين، حندير لنا غير نصف الكميه. حبيتي ديري الكميه كامل ضعفي كامل المقادير. اذا 125 غرام مارغرين، راح نحتاج نص كاس تاع سميد رطب، نص كاس نتاع السكر غلاس، نص كاس نتاع لا مايزينا نشاء الذره، ربع كاس نتاع الزيت، وربع كاس تاع مزهر، وربع مغرفه صغيره تاع خميره الحلوه. ونلموا العجينه تاعنا بالفارينه. كما نلاحظوا العجينه تاعنا بلا بيض. اذا كما سبق ذكرت 125 غرام تاع مارغرين، دوك انا هذه فيها 500. كيفاش ندير؟ نقسمها على 4 وندير الربع تاعها. ولا كدرتي 125 غرام في 250 ديري نص العلبه. اذا نحي انا الربع تاع العلبه. من بعد ندير عليها نص كاس تاع السكر غلاس، ندير كلش في الاول مع بعض. ندير هذاك ربع كاس نتاع الزيت بما انه عندنا مارغرين هنا طريه، ربع كاس نتاع المزهر، ونزيد عليهم نص كاس نتاع لا مايزينا. اذا ونخدم مليح مليح ديك لا مارغرين مع السكر كي يكون طري بالخف. اذا نخدمهم على شكل كريمه. من بعد نزيد هذاك النص كاس نتاع السميد الرطب. لازم السميد الرقيق، ما ديريش متوسط ولا، لانه الحلوه تاعك راح تجيك يابسه. ندخل هذاك السميد. من بعد نبقى نزيد في الفارينه، ندير كميه تاع الفارينه، وندير ربع مغرفه صغيره تاع خميره الحلوه. ربع مغرفه صغيره تاع خميره الحلوه في 250 غرام ديري مغرفه صغيره. اذا نبقى نزيد في الفارينه تنحصل على العجينه اللي تكون طريه ونقدر نشكلها كما نحب. انا هنا فقط نسيت لافاني في الاول، راح ندير شويه، يعني هي المزهر تكفي باش تمد لنا بنا العجينه، لكن انا حنزيد شويه تاع لافاني تديريها في الاول ونكمل العجينه تاعنا بلا ما نعجنوها. اذا هاي العجينه اللي تحصلت عليها، شوفوا طريه ولكن ما تلصقش في اليد، ما تنشفوهاش هكذا باش ما تشققلكمش كي تكونوا تخدموا فيها. الان راح ندوزو للحشو. الحشو راح نستعمل لنا هذا التمر. اول مره نتلاقى بمنتوج جزائري اللي راح يهنيني. هذا التمر واسمه سفاري. ديري مباشره. انا مالفا حقيقه كي نجي نخدم حاجه تاع التمر نعجز. علاش نعجز؟ على جال هذيك العمليه تاع حكميه ونقيه كامل الشوائب اللي فيه، يعني شدنا الوقت حقيقه. هذا ديري مباشره من الكيس. تبعوا معايا. شوفوا نفتح الكيس. في هذه الوصفه في 125 غرام راح تدي لي هكذاك حوالي ربع الكيلو. هذه فيها كيلو نتاع التمر، انا راح نحتاج ربع، يعني هذا النص وهذا الربع. ديجا شوفوا من اللون تاعو يبان انه صافي. ندي هذه الكميه. شوفوا كيفاش معجون تحفه. هذه ديري مباشره هنا، ما تخافيش انك تلاقاي بعد ما ولا والله ما نجوز ما واحد نص ساعه ولا نقي فيه. درك يلا هنونا والشكر لصاحب المنتوج. ها هو. ممكن تقراي المكونات. تمر منزوع النوى، يعني يحكموا التمره ينحوا لها كامل هذيك العلفه تاعها باش يطحنوه. اللي رايحه ندير له شويه تاع الزيت هكذاك، واحد المغرفه كبيره تاع الزيت في ربع كيلو. شوفوا لي هذاك التمر شحال شباب، تحفه تحفه تحفه. يعني ما يشقاش انك تفوريه ولا تنقيه. شوفوا معايا، شوفوا هذيك الجوده شحال شباب، رائع رائع. ندير له شويه تاع المزهر. علاش هكذا؟ باش كي يطيب. درت هكذاك واحد 2 مغارف كبار تاع المزهر باش كي يطيب لنا يبقى لنا طري. نبدا نعجنو مليح مليح ونبدا نشكل فيه كرات صغيره هكذا.
يعني هكداك واحد 15 غرام ولا 10 غرام. نصغروهم نديرهمش كبار بزاف. شوفوا هذاك التمر كانه معجون، شوفوا عجينه تحفه. اذا وين تصيبوه؟ على بالي حتسقسوني عليه، تصيبوه عند البيع دوزان الحلوه في لي سوبرات، تصيبوه يتباع. والسومه تاعو عادي يعني. اذا نشكلو كامل كرات صغيره. اذا نبدا نشكل في الحلوه تاعنا. ها هو المول، ونفس المول اللي خدمت به هذاك العام مازال عندي. انا من الناس اللي نستحفظ بالحاجه اللي تكون عندي. هاد ليمون يعني نستحفظ بهم بزاف. واش راح نحتاجو؟ راح نحتاج كيس بلاستيكي. لو مول تقدري تستعمليه هذا ولا هذا ولا هذا. انا حنستعمل هاد الحبه متوسطه وتجي معبره. نحكم شويه نتاع العجينه. دائما العجينه كي تحكميها عاودي خدميها في يدك شويه هكذا، وشوفي شحال تديلك. سيي الحبه الاولى، من بعد ديري عليها كامل القيس اللي تحب توزن. ندير فيها كره نتاع الغرس، نغلق عليها مليح مليح، نكورها بهذه الطريقه. تجينا تحسي بها رطبه. اذا ندير الكيس بلاستيكي، نحط هذيك العجينه تاعنا، ونزيد الكيس بلاستيكي من الفوق، نضغط عليها مليح مليح باش تدي الشكل تاع هذاك لو مول تاعنا. نفتح ونحي. وها هي الحبه تاع المعمول تاعنا. شوفوا شحال تجي شابه، يعني ميم الديتاي تاع لو مول تاعنا يخرج في العجينه. نزيد نشكل حبه. دائما العجينه عاودي خدميها في يدك هكذا باش تعاود تولي رطبه بهذه الطريقه. إذن هاي الكميه اللي عملتها لي، عملت لي بالضبط 26 حبه. ويا سبحان الله جاني الغرس قد العجينه. شحال درت 250 غرام تاع الغرس في 125 غرام تاع المارغرين. دوك ندخلهم يطيبوا للفرن ل 170 180 درجه حتى يطيبوا يتحمروا لنا من التحت ومن الفوق حاجه قليله. نحيهم ونعاود نرجع لكم. بعد ما طاب المعمول وهو مازال سخون، هنا واش ندير؟ راح نجيب كميه نتاع السكر غلاس قبل ما تبرد لي الحلوه ونرشو. يعني المعمول ما يحبش يكون طايب بزاف، حمريه غير من التحت ونحيه. نرشو هكذا رشه خفيفه بالسكر غلاس. الوصفه تاعنا اليوم هي معنا واجده. 125 غرام مارغرين طريه، دارت لي 26 حبه هكذا باش ديري حسابك. كي تحبي ديري كميه اكبر. راح نقسموا حبه باش نشوفوا هذا المعمول كيفاش جانا. هذا المعمول يجي رائع رائع. جربوه، يعني اللي ما جرباتوش تجربوه، واللي جرباتو تكتب لي في التعاليق. اذا نقسم حبه بسم الله. شوفوا كيفاش يمشي الموس، يجي خفيف، يجي هايل. شوفوا لي هذاك التمر الداخل في القلب تاعو طري، تحس به معجون ماشي تمر. ها هو معنا. يلا ما عليكم غير تجربوا الوصفه اللي متاكده انها راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله. يعني راه العيد الكبير قريب، نديروه في العيد، نديروا حاجه خفيفه. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.